اولا انا ما بشربش بيره عشان بتنفخ لي بطني اصلا، يعني ما بحبهاش. المسلم لما بيبقى قدامه فعل حرام فهو ما بيعملش الفعل ويقول ايه ده حرام، مش اصلا انا ما بحبهاش وبتنفخ لي بطني. انا مش عايز اتنمر واتكلم عن بطن حضرتك، يعني ما احنا شايفين شكلك عامل ازاي. ابراهيم عيسى يقدس بقرة الهند ولا انه يقدس الكعبة. اسلام البحيري تغلط في امه ولا انك تقول ان البخاري صحيح. لو كتبت نبوءة سفر التكوين على جوجل او كتبنا دلوقتي ملخص سفر التكوين هتلاقي الاجابة واضحة ومختصرة: مجيء السيد المسيح كمخلص للعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني. أو في مقولة أخرى والله اشتقنا. ما تنساش لو ما صليتش المغرب تصلي المغرب وبعدها تسيب الفيديو ده وتطلع تصلي العشاء، أو لو بتشوف الفيديو في أي وقت من أوقات اليوم وفايتك فرض فضروري تقوم تصلي، لأني مش محتاج أنبهك إن الصلاة أهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن المعلومة اللي أنا هقولها كمان. دلوقتي هنروح لكمية منشنز وكمية فيديوز، والإنستجرام بقى عبارة عن تكوين 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 تكوين. فإحنا هنناقش الموضوع بكل هدوء وموضوعية، ومش هنطول لساننا على حد، ومش هنزعق، ومش هنتعصب، ومش هنهزق الأشكال الضالة اللي عاملة، مش هنعمل أي حاجة من الحاجات دي، ولا هنتكلم عن التمويل ولا عن الجهة القذرة الممولة. إحنا ناس محترمة. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. يا جماعة أنا بعتذر إن أنا قطعت الفيديو، ولكن دي هدية بخصوص كورس المونتاج، ودي فرصة لأن اللي عامل الكورس رجع الخصم تاني، لأن في ناس كتير سألته على الواتساب بعد الخصم ما خلص، فرجعوا لحد يوم 20 في الشهر ده. كورس نزل من 2000 وشوية ل 450 جنيه. هتتعلم فيه المونتاج من الصفر للاحتراف، وهيقول لك كمان على الاماكن اللي هتشتغل فيها وتشتغل فيها ازاي، او ازاي تجيب لنفسك شغل، وطبعا بشكل اسلامي. الناس اللي شاركت بقى في الكورس، لان في عدد اللهم بارك يعني بالفعل اشترك في الكورس، يا ريت يقولوا لنا ايه رايهم في الكورس ده. لو عايز تحجز الكورس ابعت فام 450 على الرقم ده، وهيتحجز لك كورس مونتاج من الصفر للاحتراف ب 450 جنيه. مش لازم تتفرج عليه دلوقتي، ممكن تتفرج عليه في الاجازه. كمل انت بقى الفيديو. أول حاجة هنعلق عليها هي الصورة دي: لا ديني على طاعنة في السنة، على منكر سنة، على طاعن في القرآن بسنة، على شوية أشكال بسم الله ما شاء الله تقرف، وقدامهم إزازة بيرة، لأنهم طبعا مش شايفين إن الخمرة حرام. الناس دي خدت فلوس بس، مش مهم حاجة تانية. فاطمة نعود اتحبست قبل كده، ومشاكلها مع الإسلام كتيرة قوي. إبراهيم عيسى يقدس بقرة الهند ولا إنه يقدس الكعبة. إسلام البحيري تغلط في أمه ولا إنك تقول إن البخاري صحيح. لكن طبعا في أسئلة بتيجي في دماغنا، يعني ليه الإشراف مسيحي؟ ليه التمويل يهودي؟ ليه معاكوا واحد لا ديني؟ ولكن خلينا نقول اللي يجاوب على كل الاسئله دي اسم الكيان اللي هم عاملينه: تكوين. تكوين هو اول سفر في التوراه. سفر التكوين رغم ان هو بيتكلم عن حاجات كتير، الخلق والانسان والحاجات دي كلها، الا ان النبوءه اللي فيه بتتكلم عن قدوم السيد المسيح المخلص. لو كتبت نبوءة سفر التكوين على جوجل أو كتبنا دلوقتي ملخص سفر التكوين هتلاقي الإجابة واضحة ومختصرة: مجيء السيد المسيح كمخلص للعالم. وطبعا الأهداف دي عمرها ما تكون خاصة بالدين الإسلامي. وبيني وبينكم يا جماعة كويس إن هم متجمعين في مكان واحد، لأن كونهم متجمعين في مكان واحد إحنا عرفنا إن هم بتمويل واحد. لأن الأول كانت في ناس فاكرة إن إسلام البحيري غير فاطمة نعود، غير واحد كده لا ديني ما نعرفلوش ملة، غير إبراهيم عيسى ما فرقش عنه برضو كتير، إلا إن لما اتجمعوا عرفنا إن كلهم سكة واحدة وطريق واحد. كونهم اتجمعوا في مكان واحد دي ما تزعلش، لكن اللي يزعل انك ما تنبهش اولادك واصحابك من فكرهم، لان مفيش مسلم خالص هياخد تمويله من يهودي عشان ينشر الاسلام، ولا ايه؟ والحاجه التانية والاهم ان حركه زي دي اتعملت قبل كده ولكنها باءت بالفشل، وكان اسمها تنوير، دلوقتي بقى اسمها تكوين، والمره الجايه هيبقى اسمها توحيد، علشان يجمع كل الصفوف المشتته ده بعد ما يشتتهم، ويجي المسيحي المخلص بالدين الجديد بتاعه ويقول لك انا ربنا وانا اللي هوحدكم. في اللي هيشوف مكتوب على دماغه كافر، وفي اللي هياخده بالحضن. ربنا يجعل يومنا قبل ما نشوف الكارثه دي. وبعدين معانا الفيديو ده. السيدة خديجة كانت متحمسة جدا للدعوة وللرسالة، لدرجة ان هي دعت بناتها هالة وهند للدخول في الدين، وما عملتش كده مع نساء أخريات، ولكن هي دي بس الحادثة اللي ذكرت. هناء سعيد اللي هي المفروض باحثة في التراث، اي حد قاعد فاضي يا جماعه بيبقى باحث، يعني اسلام باحث في الدين الاسلامي، اسلام البحيري. ابراهيم عيسى باحث عن اي فلوس مع اي دين واي مله عادي. المهم ان هي كانت في الفيديو ده بتتكلم عن السيده خديجه رضي الله عنها، وبتقول ان هي دعت بناتها هند وهاله وما دعتش اي نساء غيرهم للدخول في الاسلام. يا اخي مع اول بدايه ليهم ربنا بيفضحهم. يعني انت دلوقتي داخله تنتقدي السيره وانت ما درستهاش، لان هند وهاله مش ستات. لما سيدنا الحسن رضي الله عنه حدثنا في صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا في حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا منها. المهم
هند وهالة مش ستات يا أستاذة هناء يا باحثة. بالظبط كده، كأن واحد داخل ينتقد طب كله. درسته؟ لا. خدت 7 سنين فيه؟ لا. بس هو كده. أنا في ناس ادتني فلوس قالت لي اشتم في الدكاترة. فده اختصار بسيط للعصابة اللي طالعة الفترة دي. العصابة دي ينطبق عليها قول الله تعالى، اسمع معايا كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هو بيجادل من غير ما يفهم. هي بتتكلم وتطعن في السنة وبتطعن في حاجة هي مش عارفاها أصلا، بتقول على الراجل ست. ده مبدئيا. طب الناس دي مالها؟ يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طبع على قلوبهم الكفر. الموضوع انتهى، ما تحاولش انت معاهم. فيا جماعة الهطل ده مش محتاج رد، الهطل ده محتاج حبس، محتاج بلاغات للنائب العام. وأنا بنادي لكل المحامين اللي ليهم صفة وأحقية الوصول إلى النائب العام وتقديم شكوى، قدموا شكاوى بعد إذنكم. المنصة دي لازم تتقفل والناس دي لازم تتحاسب. وعندنا في الفيديو اللي بعده إبراهيم عيسى الجبان اللي بيهرب من المناظرات. الناس دي بقى أهدافها إيه؟ أولا هدم السيرة النبوية، هدم الحديث الشريف، إسقاط الفرائض. أنا بقول لك يعني أهدافها من الآخر أهو، يعني ما يبقاش فيه ظهر وما يبقاش فيه عصر وما يبقاش فيه مغرب وما يبقاش فيه عشاء. إسقاط فريضة الصوم، إسقاط فريضة الحجاب، وإباحة شرب الخمر. الأول هنكسر السنة، والخطوة اللي بعدها نشكك بقى في القرآن. هم دلوقتي معترفين بالقرآن وبيقول لك احنا عندنا القرآن بس مش عايزين سنة. أنا هو أنت هو سنتين 3 أقول لك احنا مش عايزين قرآن كمان، احنا عايزينها هيصة سايبة. حبيبي عايز تعمل ذنب اعمله، انجوي، جو تو هيل، النار مستنياك. ربنا قال في كتابه العزيز ايه في سورة الكهف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. اللي عايز حاجة اعملها، بس إنا أعتدنا للظالمين نارا. اتبسطوا، هنا كفر وهنا إيمان، اتبسطوا. طب ولو رحت الجنب التاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. حقهم مش هيضيع. والآية اللي بعدها على طول بيحكي لك عن الجنة ونعيمها وإزاي في أنهار بتمشي من تحتهم. بص، هو ده الدين من الآخر. اللي أنت عايزه اعمله واللي هتعمله هتلاقيه. عايز تصدقهم انجوي، عايز تحافظ على نفسك وعلى أهل بيتك زي وخلي بالك أنت مسؤول عن أهل بيتك ومسؤول عن نقل المعلومة. في صورة ليا أنا وفاطمة نعود، الظهر في إزازة، فقال إن دي إزازة بيرة. أولا أنا ما بشربش بيرة عشان بتنفخ لي بطني أصلا، يعني ما بحبهاش. المسلم لما بيبقى قدامه فعل حرام فهو ما بيعملش الفعل ويقول ايه ده حرام. مش اصلا انا ما بحبهاش وبتنفخ لي بطني. انا مش عايز اتنمر واتكلم عن بطن حضرتك، يعني ما احنا شايفين شكلك عامل ازاي. يا جماعه هم عايزين يحللوا الخمر بس مش دلوقتي، مش دي المرحله اللي يحللوا فيها. هم يا عيني ما فوقوش من الصدمه، الناس كلها قامت عليهم مره واحده. سبحان الله بقى، مسلمين. اصل خلي بالك، في مسلمين وفي اللي عاملين نفسهم مسلمين. في يهود اتكتبوا مسلمين عشان يفلتوا زمان. لو انت ناسي التاريخ، فاليهود اللي كانوا في مصر واتكتبوا مسلمين كبروا وخلفوا وعملوا جيل مكتوب مسلمين لكنهم يهود، فخلي بالك. ثانيا ده مطعم فيه اجانب وفيه بتاع، والغريب ان هم مفروض يعني ان هم متدينين ولحى كده كبيره كده، وبعدين بيكذبوا. مش بيره برضه، ممكن تكون ميه معدنيه. هو بيقول لك بقى الناس اللي عندهم لحيه كبيره المتدينين دول بيكذبوا. انا ما الخمره دي مش بتاعتي. الله، انا وفاطمه نعود احنا كنا واقفين قدام ازازه الخمره بس، وبعدين ما يمكن ميه معدنيه. ايوه احنا بنحط الميه المعدنيه في ازازه الاستيلا، في ايه صحيه يا اخي؟ بنفضي الاستيلا من الخمره، بنجيب ازازه الاستيلا نفضيها من الخمره ونملى فيها ميه معدنيه. الله، ده الناس المتدينه دي غريبه جدا. معلش احنا ظالمين. امشي بقى اطلع بره، يلا اللي بعد ما اعلن ابراهيم عيسى واسلام بحيري عن انشاء منصه تكوين، وطبعا كلنا عارفين المنصه دي معموله ليه كويس جدا، طلع شيخ الازهر واعلن عن انشاء منصه اسمها بيان للرد المتواصل خلال ال 24 ساعه على الاسئله والشبهات وكل فكره دائره في اذهان الشباب، عشان يكون في تواصل دائم بين الازهر والشباب. الخط الساخن بتاع منصه بيان 19906 تقدر تتصل بيه في اي وقت، وده افضل حل، لان لو منصه تكوين اتقفلت هيطلع 1000 منصه تكوين، فلازم الفكر يحارب بالفكر ويرد عليه بالفكر. جماعه لو الموضوع ده حقيقي فاللهم بارك، لكن انا عندي تعليق صغير على جمله الفكر يحارب بالفكر. انا دخلت مفيش فكر يا شيخ، صدقني بيعملوا هطل، والهطل لازم يتم ابادته. هم لو بيتكلموا بالفكر هيقبلوا مناظرات، لو بيتكلموا بالفكر هيقعدوا مع ناس، لو بيتكلموا بالفكر هيدوروا، لو بيتكلموا بالفكر هيبحثوا. لكن ده طعن وازدراء وجريمه يعاقب عليها القانون.
أكرر ندائي إلى أي محامي، أبوس إيدك بلغ للنائب العام، أنت عليك دور لازم تعمله، أنت مسؤول. زي بالظبط كده ما كلنا هنتسأل عن دماء أهل غزة. مبدئيا أحيي البطل اللي اداهم حتة شالوم من أهل غزة، اداها له في نص دماغه فارتكها له، وده كان شيء مسعد جدا بالنسبة لي ومبهج. إلى إن ده واحد قصاد كام؟ قصاد كام جثة؟ قصاد كام طفل؟ لما نبص للمسرح كده من بعيد هنلاقي ان احنا معانا كل حاجه. اصل ربنا ما بيصنفناش سعوديه وسودان وجنوب سودان ومصر واسوان، لا، ربنا بيصنفنا مسلمين وكفار. الكفار معاهم ايه والمسلمين معاهم ايه؟ المسلمين معاهم بترول، معاهم ارض، معاهم موقع، معاهم ذهب، معاهم جنود، معاهم اسلحه، دول المسلمين. فانت بالفعل معاك كل الاسباب اللي تخليك تكسبهم، اللي تخليك تنتصر عليهم كمسلمين. لكن بحسابات الدنيا اللي العدو عملها لك وقسمك، قسم دي فلسطين ما تعديش، قسم دي مصر ما تعديش، قسم دي السعوديه ما تنطش، قسم دي الامارات ما تروحش، قسم دي قطر ما تعديش. التقسيمه دي بتاعت عدوه، لكن الاصل التقسيمه الالهيه دي ارض ربنا، ودول مسلمين ودول كفار. الموضوع انتهى. المسلمين معاهم جيش وعتاد وبترول، ربنا استجاب. ربنا مديك الاسباب كلها. ده انت مش تنتصر، ده انت في ثانيه بص على الخريطه شوف هي قد ايه وسط ناس عاملين ازاي. فاحنا معانا الاسباب، لكن كنا ما استعملناش الاسباب اللي ربنا مديها لنا، فاحنا كده محتاجين معجزه. يا رب عايز فلوس، ايوه انت مستني السقف يتخرم ينزل فلوس؟ لا، ربنا مديك سبب بره باب الشقه، اطلع انت بقى لحد باب الشقه، اطلع انت اسعى. وعايز اقول لكم على حاجه كمان، هم نجحوا ان هم يشتتونا ويخلوا تفكيرنا مختلف. يعني انا لو سالتك دلوقتي ايه الاولى، جماعه التكوين، فيديوهات علي جمعه، اي فيديو انا عملته قبل كده، ايه الاولى، هو ولا الناس اللي بتموت؟ انا هسال قدمت ايه واخرت ايه، قدمت ايه على ايه. سحلونا في الدوامه، مش عملوا بينا فتنه، ده فتتونا. انت ما بقتش تعرف تلاحق تتكلم عن، توعي الشباب الصغير ولا توعي الشباب الكبير ولا تتكلم عن القضيه. طب انا اتكلمت عن القضيه مره، طب انا هرجع اتكلم عن ده تاني. طب انت من كتر التشتت ما بقتش عارف تعمل ايه. وهتسال، كلنا هنسال، وكلنا مقصرين بلا استثناء، مقصرين بدرجه بشعه. احنا بقينا نشوف البوست على فيسبوك بيتكلم عن ان واحد شايل اخوه على كتفه متقطع في كيسه، وبنعمل لايك، بنعدي خلاص، موضوع عدي، كل واحد بيكمل حياته عادي، مفيش اي مشكله. انا وانت وغيرنا، احنا بقينا مقرفين. الواحد بقى يجي عليه درجه كده يحس ان الناس الصالحه مشيت اصلا، الناس اللي بتغير مشيت، او موجودين بس مش احنا. مستحيل نكون احنا. اخرك ايه يعني؟ انا بتكلمني ليها 3 اطفال هتموت وتعديهم، عايزين $7500 تقريبا. هي جت هنا في مصر بالعافيه واهلها كلها ماتوا، وال3 اطفال كمان هيموتوا، ده ما كانوش ماتوا اصلا. احنا وحشين قوي. لا سيبك من بتوع المقاطعه، الناس اللي مش مقاطعه دول في حته تانية خالص. احنا فينا احنا اللي وقفنا نتكلم، وقفنا ننشر، وسهينا واخدتنا مشاغلنا ومشاكلنا عن الفتنه اللي بتحصل. اتمنى ما توقفش تتكلم، ومهما انشغلت ما تبقاش وحش زيي وتقعد بالاسبوع، لان انا تقريبا قعدت حوالي 10 ايام ما اتكلمش عن قضيه، اعتقد 10 ايام او اكتر. المهم اوعى تكون وحش زيي. انت ليك دور وانا ليا دور، لو انا قصرت اعمله انت،